السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال يا رب. النهارده كده بنات الفيديو اللي الكل منتظره، الفيديو الشيق اللي أنا قلت لكم إن شاء الله أنا عملت مشروع الحمد لله. يعني ربنا يرزقنا جميعا يا رب، ربنا يرزقكم ويصلح لكم حالكم جميعا يا رب، ويرزقكم الخير والبركة يعني في المال والولد إن شاء الله وصلاح الحال. اهم حاجه بقى لو لسه اول مره تشوفي قناتي اسمها وصفه ونصيحه مع مسك، ما تنسيش الاشتراك فيها. انزلي كده اضغطي على كلمه اشتراك يا ست الكل اسفل الفيديو، وهيجي لك كده كلمه الكل اضغطي عليها علشان ان شاء الله كل فيديو باذن الله يجي يعني انزله على طول يجي لك على طول. ولايك للفيديو علشان ان شاء الله كل يوصلوا الفيديو ده وكل يستفاد يا بنات. الفيديو ده بقى عايزه اقول لكم فيه كل حاجه، عايزه اقول لكم كل حاجه ان شاء الله تستفادوا منها. انا عايزه اقول لك ان شاء الله كده تكملي معايا الفيديو الاخر هتستفادي كتير. عايزه اقول لك هتنزلي كده تحطي لي لايك بقلبك كده ان شاء الله، وتكتبي لي كده تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وكمان يا بنات الفيديو ده فيه الميزانيه دي هقول لكم. في ست كده حبيبه قلبي من المتابعين بتوعي كتبت لي بعتت لي عايزه ميزانيه 1600 جنيه في الشهر. انا وعايزه اقول لك ان انا 1600 جنيه دولت في الشهر هخليهم لك ان شاء الله بفضل الله يكفوا 5 افراد، بل بالعكس هندخر منهم، لان احنا متفقين ان احنا لازم نحوش، لازم يبقى فيه توفير، لازم ندخر. استحاله ان انت تبقي مع مسك كده ان شاء الله كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وان يبقى قبضك اي حاجه يعني اي بنات يعني مرتب وكده مثلا بحاجه يعني الكلام بيروح مني والله يا بنات بسعر محدد يعني، وان شاء الله لازم يكفينا باذن الله. تمام. اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو لسه ما ضغطتيش لايك للفيديو اضغطي علشان ان شاء الله الفيديو ده جميل قوي يا بنات. اول حاجه قبل ما ابدا كده معاكم في الميزانيه كنت حابه كده اوريكم ايه المشروع وكنت راجعه منين وجبت ايه وكده، علشان طبعا احنا قايلين القناه باذن الله دي لازم أن يكون فيها مصداقيه باذن الله، واقول لكم على كل حاجه. بصوا يا بنات سموا الله كده معايا. اول حاجه هنا يا بنات انا كنت نزلت هقول لكم فين بالظبط وهوصف لكم، والواحده من المكان دي تقول لي ايه الاخبار عنها وهل هي نزلت مثلا وشافت الاسعار دي ولا ايه. تمام. انا نزلت كده كان معايا في حدود يا بنات 5000 جنيه. انا قايله لكم قبل كده ال 5000 جنيه دولت ازاي نجيبهم، سواء هنخش جمعيه ب 10 جنيه في اليوم، تمام، بحيث ان انا اكون في الشهر في الشهر 100 جنيه، سواء انا هشيل كل يوم جنيه. كل ده انا ذاكراه في الفيديوهات اللي قبل كده. فانت لو لسه اول مره تسمعي طبعا الفيديو ده ادخلي كده خدي لك لفه بس في الفيديوهات اللي قبل كده عشان تبقي ماشيه معانا كده ايه وسامعه مسكه قبل كده هي قايله ايه. خلاص. يعني ال 5000 جنيه دولت هنطلعهم كده من تحت تقطيع الارض. هتقولي لي ازاي انا ست بيت ما حلتيش ولا 1000 جنيه ولا جنيه؟ اسمعي يا ست الكل الفيديوهات اللي قبل كده واعرفي انت هتطلعي منين ال 5000 جنيه دولت وتعالي لي بقى هنا على طول. اول حاجه نزلت كده يا بنات قلت ايه، انا عايزه اعمل مشروع صغير كده. تمام. طبعا انا ممكن اعمل مشروع اونلاين، ممكن تربيه طيور الكلام ده، بس انا كنت عايزه اغير. لازم أن يكون لنا كذا دخل، مش شرط ان انا ماشيه بمبدا واحد ان انا ايه مثلا استكفي بيه، لا لازم أن يكون يعني عندنا كذا دخل وكده. خلاص. اول حاجه انا نزلت كده العتبه خلاص في القاهره وكده. طبعا هو سفر بيني وبينها. اللي ما يعرفنيش انا قلت لكم انا قبل كده بنات من المنوفيه من شبين الكوم. بالنسبه بقى لو كده لو حد بيسمعني من شبين وكده ينزل يعلق لي ويعرفني ان هو من شبين. فسافرت كده قلت انزل ايه العتبه والمسكي وكده. نزلت يا بنات، طبعا نزلت ولفيت كتير علشان ان شاء الله افيدكم بالموضوع ده، وبعد كده ان شاء الله هاخدكم جولات معايا وانا ازاي بشتري مثلا وكده، بس عشان كان اول مره ما كانش ينفع ان انا اصور. خلاص. نزلت كده قلت طب انا ال 5000 جنيه دولت هعمل بيهم ايه؟ بل بالعكس هما كانوا قالوا كمان يا بنات مش 5 بالظبط. نزلت كده قعدت افكر احنا دلوقتي في موسم ايه؟ احنا دلوقتي في موسم المدارس، كل سنه وانتم طيبين. يعني انا لو فتحت جبت مشروع ملابس خروج مش هيمشي قوي، ما انا لازما اللي هو يعني ايه ابقى واخده بالي انا بحط فلوسي فين وجيراني مثلا وكده. قلت انا هنزل اجيب شنط مدارس. طب ازاي يا مسك انت بتتكلمي كده؟ احنا قاعدين ستات في بيوت، يعني ستات بيوت وكده في قلب شقق، احنا هنعمل ازاي كده؟ خليكي معايا بس. لو لسه ما ضغطتيش لايك هاتي كده كوبايه النسكافيه ولا كوبايه العصير بتاعتك واضغطي لايك كده وتعالي لي. فايه يا بنات قلت ايه هنزل اجيب شنط وكده. قلت لجيراني قلت لهم انا ان شاء الله هجيب يعني شنط وكده، هقول لكم كل ده والله يا بنات عملي قدامكم واقول لكم الاسعار وانتوا يعني ايه احكموا بنفسكم وكده. فقالوا لي هاتي وكده واحنا ان شاء الله باذن الله هناخد منك. طب انتي ما عندكيش جيران؟ هتقولي انا ولا عندي جيران ولا ليا خلطه باي حد ولا الكلام ده خالص. خلاص. هنعمل ايه؟ هتنزلي كده تجيبي الحاجات وتتكلي على الله، بس قبل اي حاجه هاتي حاجات على قدك، يعني بلاش ب 4000، هاتي حاجه ب 1000 بس.
خلاص هقول لك. وهتعملي كده جروب جميل كده اونلاين، سواء انت بقى من شبين، سواء انت من السادات، سواء انت من المنصوره، من الشرقيه، من الزقازيق، من اي مكان حضرتك انت فيه. هتقومي كده داخله على الفيس، على جروب مثلا الشرقيه، على جروب المنصوره، على حسب ما انت انهي بلد فيهم، وتدخلي على الجروب ده. خلاص اكيد كل المنطقه اللي انت فيها ليها جروب، هتدخلي وتقومي عارضه عليه الشغل بتاعك اونلاين. وعايزه اقول لك بقى نزلي في الاسعار على قد ما تقدري. احنا قاعدين في بيوتنا، احنا مش فاتحين محلات، احنا مش بنأجر، احنا مش بندفع ايجار. خلاص يعني زودي على الحته كده 30 40 جنيه في الاول لحد ما تعملي لك كده ايه زبون. خلاص هتقولي لي الموضوع صعب، والله الموضوع مش صعب، انت اللي مكسله. انزلي وجربي. خلاص انزلي وجربي، قلت لك جربي ب 1000 واحد، خلاص ب 500 بلاش ب 1000. خلاص نزلت كده قلت ايه اخد جوله كده في الشنط. قعدت اسال 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 لحد ما وصلت للمنبع يا بنات، للمنبع. وهو فين؟ في العتبه، في الموسك يا بنات، في منطقه اسمها كوم الشيخ سلامه. خلاص اسمها ايه يا بنات؟ برجع اعيدها لكم تاني، كوم الشيخ سلامه. ولو حد يعرفها ونزل فيها قبل كده يكتب لي في التعليقات. خلاص نزلت فيها. عايزه اقول لكم ان قعدت طبعا محلات كتير قوي فيها، وطلعت كده بيطلعوا لهم كده بسلم من عند منطقه كده تحت اسمه العطار، محل كده كبير اسمه العطار، جنبه السلم ده كده منحدر. انا طلعت السلم ده في محلات كتير قوي. اقول لك انا لفيت محل محل لحد ما وصلت لارخص محل فيهم. هو فين يا بنات المحل ده؟ ان شاء الله هبقى انزل لكم العنوان الاسم بتاع المحل ده في صندوق الرابط وكده. المحل ده اول ما تطلعي كده السلم في محل في الوش كده، وفي شارع يعني جنبه على طول. انت تخشي الشارع ده هو مقفول في الوش، نهايته المحل ده. عايزه اقول لك دخلت المحل ده ما شاء الله عليه، ارخص محل في المنطقه دي، في منطقه كوم الشيخ سلام. بالنسبه لشنط، لشنط مدارس طبعا، لانش بوكسات، لشنط سفر، لكل حاجه. نزلت قعدت اسال على الاسعار. وعايزه هقول لك على الاسعار تحفه تحفه. احنا كنا بننزل نشتري لاولادنا، كنا بنتخم يا جماعه والله. وان برضو المحلات بيزودوا على القطعه مش اقل من 60 70 جنيه او 100 جنيه كمان، فاحنا كنا بنتخم. خلاص اول حاجه بنات جبتها معاكم، بصوا جبت كده كذا حاجه، كذا شنطه قبل بقى، ولا هعبيهم ولا هقول لكم انا هعمل ايه. بصوا كده، بصوا الشنطه دي، بصوا الحجم ده كبيره ما شاء الله. يعني عايزه اقول لك ما شاء الله حلوه قوي وكبيره. الشنطه دي جمله يا بنات عامله 200 جنيه. طب هتجيبي جمله ازاي وهترضي خليه يجيبي جمله ازاي؟ اسمعي الفيديو للاخر وهقول لك هتعملي ايه. دي كده كانت عامله 200. خلاص جمله. انا عايزه اقول لك دي في اي محل بره انزلي اسالي عليها مش هتلاقيها اقل من 350 400 جنيه. خلاص وانتوا اكيد هتنزلوا تلفوا لاولادكم وتشوفوا الاسعار. جبت كمان دي. خلاص دي عامله كام؟ دي عامله 180 جنيه جمله. لك ان تتخيلي بقى السعر التحفه دي. 3 سوست، شنطه كبيره جدا، يعني عايزه اقول لك تكفي الابتدائي كله، والخامات تحفه. 180 جنيه. اظن ما حدش عنده الاسعار دي. بصوا من ورا عامله ازاي يا بنات، خامات تحفه قوي. المحل ده يا بنات هسيب لكم اسمه في صندوق الرابط، وكملوا الفيديو الاخر عشان تتابعوا الميزانيه بفضل الله. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي على طول اضغطي اشتراك في القناه. وفين اللايك يا جماعه؟ فين اللايك؟ انا هوقف الفيديو لحد ما تدوسوا لايك. المهم بقى، ودي كمان دي كانت لون تاني. ما تكتريش، هاتي من كل نوع يا واحده يا اتنين. خلاص احنا ما احناش فاتحين محلات عشان نجيب ونجيب كميه. خلاص هقول لكم كمان، تعالوا بقى معايا هنا. انا بقيه الشنط نزلتها كده تحت عشان هقول لكم برده في الفيديوهات الجايه انا عملت ايه وهعمل ايه. تعالوا كده معايا عشان اوريكم انا عملت ايه بقى في يعني في الشنط اللي انا بقى ايه حشيتها بقى اكياس وورق جرايد، واقول لكم عملتهم ازاي، وجبت كمان تشكيله جديده واقول لكم اسعارهم ايه. بصوا بقى هنا الشنط دي، بقيه الشنط دي اللي انا جبتها. في واحده صاحبتي كده تحت عندها محل، انا اتفقت معاها ان الحاجات دي انا هعرضها والمكسب بالنص معاها. خلاص سواء انا زي ما انا قلت لك، سواء ممكن تشاركي حد، ممكن تعملي كده، ممكن من بيتك انت وراحتك. انا الشنط دي كده يا بنات كنا نزلناها، ودي شنطه هي اللي انا كنت وريتها لكم فوق. نزلناها يا بنات كده، وحاولنا ان احنا نحط على كل حاجه 100 جنيه تمام، لان احنا في محل طبعا. طب انت في قلب بيتك هتحطي على الحاجه هي كانت ب 180، انا حطيت عليها 100 جنيه بقت 280. طب انت في قلب بيتك ممكن تزودي على الحاجه 50 جنيه 30 جنيه 40 جنيه انت وراحتك. خلاص بصوا بقى الخامات تحفه. دي يا بنات كانت جمله ب 250 جنيه لان دي مستورده تمام، ودي زيها.
كل الاسعار دي زي ما انا بقول لكم. هتروحوا لو رحتوا في كوم الشيخ سلامه هتلاقوا الاسعار دي بالظبط اللي انا بقول لكم عليها. هيبقى مشروع حلو قوي. حاولي تمشي نفسك في اي موسم بالحاجات دي، يعني كل موسم وليه حاجه. يعني دخلت الاسبوع الجاي هيبقى لبس دخلت المدارس، هاتي لك كده كذا زي مدارس على حسب وعرضي برده كده. بصوا احنا هنا كنا حاطين جوه الشنط ورق كتير واكياس بحيث ان احنا نخلي شنطه شكلها حلو. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، الشنط تحفه جدا. المحل اللي انا بقول لكم عليه ده هتاخدي منه جمله من اول قطعه واحده، بس اهم حاجه ان انت تعملي تشكيله كذا حاجه. يعني ايه، مش حاجه واحده، تعملي كذا تشكيله بحيث ان انت يعني تقطعي عنده مبلغ كده 1000 جنيه شنط، 1000 ونص الكلام ده. خلاص طبعا دي شنط حضانه صغيره كانت عامله 120 جنيه الشنطه، كان في 110 وفي 115. كل الاسعار دي يا بنات اللي انا بقول لكم عليها جمله مش هتلاقوها في اي محلات، الا في المكان اللي انا بقول لكم عليه بس، في كوم الشيخ سلامه في العتبه. وانزلي واسالي وتاكدي من الاسعار دي. الشنطه دي تحفه يا بنات، كانت جمله عامله 200 جنيه، كبيره جدا، 3 سوست. بصوا ما شاء الله خامتها تحفه جدا. زائد بقى كمان الشنطه الكبيره دي بتاعت تنفع ثانوي تنفع سفر الكلام ده، اسمها اكتيف، تحفه. بصوا الظهر يا بنات عامل ازاي. دي كانت جمله 250 جنيه. عايزه اقول لكم الشنطه دي في المحلات انزلي كده اسالي عليها مش هتلاقيها اقل من 400 جنيه. وكمان كانت بقى كده معايا شويه فلوس، قلت اجيب بيهم كده كذا طعم. الحاجات دي يا بنات جايباها من شارع الترعه في شبرا. شارع الترعه ده مش في العتبه خالص، شارع الترعه في شبرا، في محل كبير اسمه الونش. تمام، طبعا بايعين الملابس وكل ده هيعرفوا الاماكن دي كويس. تمام، الونش ده تدخلي فيه كل حاجه جمله، هتلاقي حاجات زي ما انت عايزاها. الطقم ده على بعضه كان عامل 65 جنيه. خلاص، من مقاساته من 1 ل3. يعني انت بصي شوفي الاسعار ده جمله كله يا بنات. ممكن تاخدي جمله من اول قطعه زي ما انا بقول لك. طقم البيجامات ده 135 جنيه من اول برضو سن واحد للمحير. جبت بقى برضو كذا كاش كده بحيث جيراني قالوا لي عليهم. عامل 95 جنيه، ده عامل 55 جنيه. يعني ايه، بدعت كده شويه بنات بحيث ان انا احاول اعمل ايه يعني مشروع. خلاص، ست الكل بقى اللي طلبت مني الميزانيه قبل كده قالت لي 1600 جنيه مسك ل5 افراد يكفونا الشهر. طيب بصوا يا جماعه، احنا لازما يعني بدل فينا عقل، تمام، وان احنا لينا وقت الحمد لله نقعد نفكر، يبقى احنا لازم نمشي نفسنا بكل، يعني اقول لك ايه، على قد ما نقدر. تمام، على الاقل ما احنا المفروض نعيش بيه. يعني انا مثلا ميزانيتي 1600، ما اجيبش اكل وشرب ب 1600 واقعد، لا، انا بفضل الله لازم يكون بوكي فيه فلوس، لازم اكون مدخره فلوس، لازم اكون محوشه كده الحمد لله لاي ظرف معايا. الحمد لله ما فيش اي ظرف وربنا يسترها معانا دايما، اللهم امين، ربنا يسترها معانا جميعا. لازم يكون معايا فلوس احطها بقى في حته ذهب. زي ما انا قلت لكم اعمل مشروع، اعمل، يبقى في هدف في دماغي وانا قايله لكم قبل كده. خلاص، فين اللايك؟ فين اللايك؟ ضغطتي اللايك انت ويا ولا لسه؟ انزلوا على طول حطوا اللايك للفيديو وتعالوا لي تاني. طب يا ست الكل، انا مش عامله لك ميزانيه ب 1600، انا عامله لك ميزانيه ب 1200، يعني 240. خلاص، يعني هيتبقى معاكي من 1600 460 جنيه. 460 جنيه دولت انت حره بقى تدخلي بيهم جمعيه. قولي 400 جنيه بس في الشهر تدخلي بيهم جمعيه، تزودي حاجه بيهم، تعملي كده مشروع صغير. وهقول لك ممكن ب 400 جنيه بس تعملي مشروع ازاي. بس بقى عايزاكم تشجعوا مسك كده بلايك. ولو لسه اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش على طول، لو لسه يعني معايا في الفيديو دلوقتي ما تنسيش على طول تضغطي على زر الاشتراك اسفل الفيديو. خلاص، معايا بنات هنا اول حاجه الميزانيه 1200 جنيه، 1240 زي ما قلت لك. هنجيب اول حاجه في الخضار، هتجيبي ب 40 جنيه طماطم. هتقولي لي 40 جنيه طماطم يعملوا ايه في الزمن ده؟ هقول لك، في طماطم ب 15 وفي طماطم ب 10. والله العظيم منقيه ام 10 زي ام 15. تمام، انت اقفي، انت انزلي السوق كده، انزلي بدري عشان يبقى الجو مش حر ويبقى ليكي طاقه تلفي كده وتروحي وتيجي. خلاص، 10 جنيه الكيلو، وفي ب 15 كان جنبه. قعدت انقي، طلعت والله العظيم من الطبق ابو 10 احسن من ام 15. خلاص، هاتي لك 4 كيلو، 2 كيلو نقيهم جامدين كده حطيهم في درج التلاجة، وال2 كيلو التانيين صلاصيهم. خلاص، هتصلصيهم وهتكتري كميتهم ازاي؟ بنجرايه صغيره، تمام، ب2 جنيه هتجيبيها وهتسلقيها مع طماطم نضربه في الخلاط، وتعملي اكياس على قد طبختك وتحطيهم في الفريزر ونسيهم يا ستي طول الشهر. خلاص، 40 جنيه بطاطس. زي ما بقول لك البطاطس في ب10، في ب20، وفي ب15. مش هكذب عليكم، 10 دي زي الليمون صغيره كده. خلاص، انا بجيب الوسط ام 15. خلاص، هتجيبي لك كده 2 كيلو ونص بال 40 جنيه. كمان يا بنات معايا هنجيب ب10 جنيه بتنجان.
بتنجان بقى عايزه اقول لك اللي هو فيه البتنجان الطويل، مش لازم تجيبي البتنجان الكوبي ده بيبقى الكيلو ب10 وساعات الكيلو ونص ب10، لا هاتي اللي هو الطويل الايام ده الموسم بتاعه، وبجيب الكيلو ونص ب5 والكيلو وربع ب5. هاتي لك كده 2 كيلو 3 كيلو، المهم هاتي لك ايه بال10 جنيه خلاص. وهقول لك كل الحاجات دي هتحتفظي بيها ازاي لحد ما هي تكمل معاكي الشهر بفضل الله، مش هتنزلي السوق تاني، يعني كل شهر مره او في الشهر مرتين بالكتير قوي. هتجيبي كمان يا ست الكل البصل عندكم، انا عندي من اول 5 لحد 10، مفيش ازيد من كده البصل، مفيش اغلى من كده في البصل خالص في السوق، واكيد انتوا عندكم كده تمام، لان هو مهما يعني اختلفت الاسواق بيبقى زياده ايه جنيه 2 مش اكتر من كده خلاص. هتجيبي لك ب15 جنيه بصل تمام، هيكفوا بفضل الله عندك الشهر كله. طب البصل هيبوظ او انت جايباه اللي هو البصل ب5 جنيه طري مش عارفه ايه الكلام ده، هتجيبي لك كده البصل بتاعك، هتسيبي منه كذا كده بصلايه للشوربه، وهتجيبي الباقي هتقومي مقلياهم يا بنات كده بشويه زيت ولحد ما البصله تصفر، وتسيبيهم يبردوا خالص، وتقومي مقسماهم في اكياس، ولا هنكورهم ولا الكلام ده، هتفرديهم كده في الكيس وتحددي بالسكينه مربعات، بحيث ان انت كل ما تيجي تطبخي تقومي قاطعه مربع تمام. هقول لكم الكلام ده كله ان شاء الله، تابعوا القناه يعني للاخر، وتابعوا الفيديو معايا للنهايه علشان اوريكم الكلام ده كله ان شاء الله في كل فيديوهاتنا عملي بفضل الله، وهعمل لكم الحاجات دي كلها ان شاء الله قدامكم. يا رب تكونوا ان شاء الله كده بتستفادوا من الفيديو معايا خلاص. والبصل يا بنات ما عادش بقى زمن البصل الكبير والكلام ده، انا ما بقتش على فكره احب خالص البصل الكبير ده، انا بجيب البصلايه الوسط، البصلايه الوسط والبصلايه الصغير، البصلايه الصغير للشوربه والبصلايه الوسط دي للتقليه، هعمل طبيخ الكلام ده. ده وقت الملوخيه، هتجيبي بكام ملوخيه؟ هتجيبي ب20 جنيه ملوخيه تمام، الكيلو ونص ب10 والكيلو وربع ب10، هتجيبي لك كده 2 كيلو ونص حلوين، هتقومي غسلاهم كده ومنشفاهم كويس تمام. وعايزه اقول لك ما تحطهمش ينشفوا في الشمس، مش هنشفهم يعني اللي هو ايه الميه بتاعتهم في كيس كده مخده، وحطيهم في الغساله تنشيفه حلوه كده، وهتطلعي تخرطيهم على طول سواء مخرطه سواء الكبه انت وراحتك خلاص. وهتعبيهم زي ما يعني عايزه اقول لك تفريزه الملوخيه يا بنات اللي هي الحلوه، يعني عايزه اقول لك ال2 كيلو ونص دول هتفرزيهم في كوبايتين ميه خلاص. كوبايتين الميه دول هتحطيهم يغلوا على نار، او كوبايتين شوربه مع واحده مرقه دجاج مع الميه لو هتعملي بميه، وتنزلي عليهم بال2 كيلو ونص بتوعك ملوخيه تمام. هيبقى عباره عن معجون تقيل كده، هتسيبيه يبرد خالص وتعبيه في اكياس كده وتحطيه في الفريزر، والله العظيم بتبقى احلى من الخضره اللي انت عاملاها في وقتها تمام. هتجيبي كمان ب20 جنيه اي نوع خضار تاني، سواء كوسه سواء احنا جايبين بطاطس معانا، سواء كوسه بقى، هتجيبي اي حاجه تانية، اي خضار، فاصوليا خضراء، يعني اي نوع خضار بقى موجود عندك في السوق، سبانخ، الحاجه اللي هي الخضره دي. احنا جبنا ملوخيه حاجه خضراء، وهاتي اي حاجه تانية ايه برضو خضار، لان احنا ان شاء الله جايبين حاطين ايه بقوليات برضو بالنسبه للايه للطبيخ وكده. هنجيب يا بنات، هتعملي ما هتجيبي مثلا في حدود كيلو فلفل ب10 جنيه خلاص للشهر برضو. هتجيبي برضو في حدود ب10 جنيه خضره، وهقول لك هتفرزيها ازاي الخضره بدل الايام دي غاليه. هتجيبي بال10 جنيه هتلفي كده ربطتين في الثلاجه عندك، هيقعدوا معاكي اسبوع او 2. طب الباقي هنعمل فيهم ايه يا مسك؟ لو انت طبعا مش متاح ان انت تنزلي السوق او تقسمي الحاجات دي كل اسبوع، هتجيبيهم كده وتخرطيهم وتحطيهم في اكياس في الفريزر، وتطلعي على قد الايه الطبخه بتاعتك، سواء بقى تقليه محشي سواء الكلام ده خلاص. اهم حاجه الحاجات دي، والله العظيم والله العظيم لو مشيتي على النظام ده والميزانيه دي صدقيني لا هتبقي ست بيت موفره جدا، بل بالعكس، يعني عايزه اقول لك ان انت ان شاء الله هتدعي لي في التعليقات خلاص. هنجيب كمان يا بنات، انا مقسمه كل اسبوع ب15 جنيه فاكهه، 15 جنيه و15 جنيه هيعملوا لنا ايه؟ في ممكن تجيبي لك كيلو موز، ممكن تجيبي لك مثلا لو هتحطي 60 جنيه على بعضهم تجيبي لك كيلو مانجا مع كيلو مثلا تين، وتحطي مثلا في الفريزر، تجيبي المانجا تاكلي يا دوبك مانجتين كده، والباقي تفرزيه بحيث ان هو يبقى عصير، يبقى بدل عصير مثلا لو مفيش فاكهه يبقى عصير كده. ممكن تجيبي اي نوع فاكهه تاني وتعملي عصير. هنيجي بقى للسوبر ماركت، هنجيب 4 كيلو رز. كيلو رز يا بنات هيبقى عامل في حدود 25، وفي اقل من كده والله العظيم، في ب22 وفي ب23، بس انت هاتي 25 تمام، وانت وراحتك برده. هتجيبي 4 كيلو ب100 جنيه، عايزه تجيبي من ابو 20 من ابو 22 وتزودي الباقي بدل 4 كيلو ونص، انت وراحتك تمام. هتجيبي كمان 4 كيلو مكرونه، عندي المكرونه ب20 وب22، هتجيبي انت 20 حلوه قوي مش وحشه، يعني عايزه اقول لك جميله جدا وبعمل منها كل حاجه. هتقسمي بقى ايه 4 كيلو المكرونه بتوعك، اللهم صل على النبي، اشكال زي ما انت عايزه. هتجيبي نوع بشاميل، سواء بقى بتقسمي نصاص سواء كيلو الا ربع، بس هو 5 افراد يبقى حلو قوي كيلو الا ربع، ما تقسميش اقل من كده عشان تاكلوا وتبقوا شبعانين انت وولادك خلاص. ربنا يطعمنا من الجنه جميعا يا الله، ويرزقنا يا رب ويبارك لنا في يعني ايه في رزقنا وكده. قولوا امين. قلتوا امين ولا لا؟
المهم بقى هتجيبي كمان كيلو شعريه علشان تضاعف لنا كميه الرز، وهقول لكم تضاعفوا كميه الرز ازاي، وهتضاعفوا برده كميه المكرونه ازاي. هتجيبي عدس ب 26 جنيه، تمام. انتي وراحتك، مش عايزه ما بتحبوش العدس ممكن تجيبي بدائل، خلاص. هنجيب كيلو فول تدميس ب 30 جنيه، في اللي هو الكيلو الفول يا بنات اللي هو المستورد ده كيلو ب 30. هتجيبي كمان فول مدشوش ب 20 جنيه، سواء نص بقى على حسب انت هتجيبي ب 20 جنيه من عند العطار، ممكن يبقى نص كيلو، بس انا مش عايزه احددلك لان انا بصراحه مش عارفه يعني هو بقد ايه، انا كنت جايبه ب 20 جنيه. هنجيب يا بنات كمان لوبيا ب 30 جنيه، ممكن تجيبي ب 15 لوبيا، ممكن تجيبي ب 15 مثلا فاصوليا، انتي وراحتك. عايزه تجيبي ب 15 عدس بتجيبها بتحبوه طبيخ كده، انا مدياكي يعني الاسعار وانتي بدعي براحتك، انا بديكي فكره وانتي يعني ايه عليكي الاختيار بقى. اهم حاجه لو لسه ما اشتركتش في القناه وبتسمعي الفيديو دلوقتي، انزلي على طول اشتركي في القناه ولايك للفيديو يا بنات. ومعايا كمان هنا يا بنات 60 جنيه جبنه، هتجيبوا بقى كيلو جبنه قريش وهتحطيه كده في التلاجة. ممكن تجيبي مثلا مع عيالك ما بيحبوش الجبنه القريش قوي، هتجيبي ب 30 جبنه تلاجة عاديه اللي هي الفيتا و30 جبنه قريش، تمام. هنجيب كمان يا بنات حتى البند اللحوم 400 جنيه. طب 400 جنيه دولت هيعملوا لنا ايه؟ هنجيب فرخه بتبقى في حدود 150 جنيه، ما تكبرهاش قوي، وهتبقى في حدود 2 كيلو، تمام، حلوه. وهوريكي عملي ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنقسمها ازاي، هنطلع منها بانيه، وهنطلع منها طبخه، وهنطلع منها ايه حاجه كمان نحطها مثلا في صينيه بطاطس ولا كده. وهتجيبي هيتبقى مثلا معاكي في حدود 230 جنيه. هنجيب نص كيلو لحمه مفرومه، الكيلو جزاري، نص كيلو ده هنخليه كيلو بفضل الله، هتجيبيه كده وهتفرمي عليه ربع بصل على ربع جزر على طماطمتين على اللهم صل على النبي على شويه خضره، على لو عندك كوسه تحطي عليه كوستين، وكل ده في الكبه هيبقى عندك النص كيلو هيوصل لكيلو. هنقسمه كده على، عايزه اقول لك يعني الربع هتقسمي على 4، ماشي خليه على 4، هيبقى عندك 4 طبخات باللحمه المفرومه. في الاسبوع صينيه مكرونه بشاميل، صينيه الاسبوع اللي بعديه صينيه جلاش، الاسبوع اللي بعديه هتكوريه وتعملي كفته داوود باشا في صينيه بطاطس، الكلام ده تمام. في افكار كتير قوي لا حصر لها، بس انت بدل نويتي ان شاء الله التوفير يبقى ان شاء الله ده هدف، ولازم تتعبي شويه، لازم تبذلي مجهود شويه بحيث ان يبقى في افكار كتير. هنجيب ب 20 جنيه صابون مواعين، وهتجيبي يا ست الكل ب 20 جنيه صابونه، سواء بقى انت بتحبي الصابونه ام 10 هاتي صابونتين، سواء انت العاديه مش فارقه معاكي وهتجيبي اللي هو مش قادره تتحكمي في ولادك وهتجيبي لكل اسبوع 5 جنيه اللي هي الصابونه ام 5 دي. وهتجيبي اللهم صل على النبي سلك مواعين ب 5 جنيه، ده هيكفيكي الشهر كله سواء عايزه سبونشه انت وراحتك. وهتجيبي كمان ب 20 جنيه مسحوق غسيل، خلاص. هنجيب كمان اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، هتجيبي كيلو سكر، وهتجيبي باكو شاي من ابو 23 جنيه، وهنجيب ازازه زيت ب 50 جنيه، وهتجيب ب 50 جنيه مش هقول لكم سمنه، ما بحبش السمنه خالص، هتجيبي ب 50 جنيه دهن. ايه الدهن ده؟ انا عايزه اقول لكم الفكره دي جميله قوي وصحيه جدا عن السمن، بدل اصل مش سمنه بلدي، لو احنا مثلا مش في امكانياتنا ان احنا نجيب سمن بلدي يبقى انت هتجيبي ب 50 جنيه دهن وهتسيحيه، وهقول لكم الطريقه الجايه باذن الله ازاي نحول الدهن ده لسمنه بلدي، تمام. كملوا بس معايا الفيديو للنهايه ان شاء الله، ولو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك كده للفيديو وشجعوا مسكي كده علشان ان شاء الله هتسمعوا افكار لا حصر لها. اهم حاجه شجعوني كده ونوروني واكتبوا لي كده ايه كومنت حلو منك ودعوه حلوه منك في الكومنتات تحت. وكمان هنجيب 3 كيلو لبن، 3 كيلو لبن البقري يا بنات، ال 3 كيلو ب 60 جنيه، مش بتحبوا البقري وعايزين تجيبوا جاموسي هاتي 2 كيلو وقسميه اكياس كده وحطيه في الفريزر، وسواء تعملي بشاميل طلعي كده. بدل لو هنا التوفير زي ما بقول لك يبقى انت حاولي هتدبري مع نفسك حاجه حاجه، زي ما قلت لك البصلايه الكبيره دي لا انت هتلاقي نفسك انت دايركت بتنقي البصلايه الصغيره. اللبن انا الاول كنت بعمل الكيكه ب4 بيضات، قعدت فتره بعديها بقيت اعملها ب3، والله يا بنات زي ما بقول لك بقيت اعملها ب2 وساعات بعملها بيضه واحده على حسب بقى، تمام. هتقللي في كميه اللبن، هتزودي مثلا بدل هي تاخد كوبايه لبن حطي نص كوبايه لبن على نص كوبايه ميه، الكلام ما توقفيش دنيتك على حاجه، ان شاء الله باذن الله نحقق امنيتنا كلنا ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، ولو حاسه ان انت طلعتي حتى لو بمعلومه واحده ارجوكي ما تنسيش اللايك للفيديو وفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.